أم هو نتيجة تداخل العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية والأمنية. نظم تحالف الأنصار تدوان المونديال. هذه الندوة هذه الوقوف على تداعيات الأحداث الأخيرة واللي كانت أحداث فاجعة بالنسبة للشعب المغربي، لأنه لا يمكن أن يكون النزوح جماعي. بلغ أكثر من 70,000 مواطن مغربي بمختلف الجهات باش يحلوا مدينة سبتة المحتلة. هذا كيطرح علامة استفهام كبيرة على هذا النزوح الجماعي، وبالتالي كتطرح مجموعة الأسئلة والإشكالات الكبرى ديال قضية الهجرة. وهذه هي اللي كانت موضوع ديال الندوة اليوم. الندوة كانت متعددة الآراء والمواقف والمقاربات. المقاربات يعني متعددة، ووقف على مقاربات يعني مقاربة الأمنية واش هي كفيلة، مقاربة يعني السوسيولوجية، مقاربة ديال الوضعية ديال الأسر في المغرب. إذا هذه واحد المجموعة ديال الأسئلة اللي كنطرحوها، وحتى الحين كان يعني المواطنين والمواطنات اللي كيقولوا الذهن ديالهم على أن الحل من المشاكل والقضايا الكبرى اللي كيعاني منها المجتمع المغربي كالعدالة الاجتماعية، كجودة التعليم، كتطبيب للجميع، كالشغل للجميع، هذه كلها السياسات العمومية، هذه كلها أسئلة وإشكالات اللي تغيبت وصبح على أن الحل ديالها هي على بر، هي في أوروبا، هي في الهجرة، مع العلم على أن الحل ديالها هو الحل اللي عنده اليسار منذ سنوات، هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ديال المواطنين والمواطنات. يكفي عندنا حكومة مسؤولة قادرة على أنها تعالج المشاكل الحقيقية ديال المواطنين. هي أن المؤسسة ديال المدرسة كتقوم بالدور الصلاحي ديالها، الصحة كذلك، بمعنى أننا حنا أصبحنا أمام مؤسسات لا تقوم بوظيفتها، ولا بأدوارها المنوطة بها. لذلك والمطلوب حاليا هو يعني استمرار في النضال الديمقراطي، استمرار في النضال من أجل أن يحس الشعب المغربي على أنه كريم في وطنه، أن يحس على أنه له حقوق وله واجبات، وأنه يعني أصل ديالو المغربي. ممكن أن هذه البلاد هذه أنها تمنحه وتعطيه هذا الحلم اللي كيخصو يتحقق في المغرب وماشي يتحقق على برا. اليوم التي نظمها تحالف اليسار كانت محطة أساسية في نقاش عمومي استراتيجي تناول قضايا الهجرة غير النظامية والمأساة التي حدثت مؤخرا، النزوح الجماعي لعشرات آلاف من المواطنين والمواطنات المغاربة. الندوة تم النقاش الموضوع من زوايا متعددة، وقضية اقتصادية اجتماعية نفسية سوسيولوجية، وركزت على أن الإشكال يتمثل في التنمية في الحرية في الديمقراطية وفي العيش الكريم، من أجل التنمية ترتكز على الإنسان تنطلق منه وتعود إليه في ظل ما نريده من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. إذا بالنسبة لنا يعني الأمر لا يتعلق بالهجرة بقدر ما يتعلق بهروب جماعي. قبل الهروب الجماعي من أرض الوطن نلاحظ هروب جماعي للشباب، وكذلك هروب جماعي للدكاترة، للمهندسين، للطلبة، بما يسمى هجرة الأدمغة. إذا مسألة الهروب بالمغرب هي حصيلة سنوات من الحكم السياسي في المغرب. كل الأوطان هي وطن الإنسان في آخر المطاف، فالأرض هي الوطن الحقيقي، فبالتالي نطالب بإلغاء القيود على الحدود وفسح المجال لجميع مواطني العالم من أجل الجول في هذه الأراضي. فيما يتعلق بمسألة يعني أو الأمر المتعلق باسترجاع القاصرين إلى المغرب، فالقاصرين هم هربوا من الوطن، فكيف يمكن أن نطالب بإرجاعهم إلى هذا الوطن؟ الهروب له ما يبرره وله دوافعه وله سياقه المحلي والوطني والدولي. المغاربة أصحاب يهربون من وطنهم لا بدافع الفقر، لا من أجل الخبز، بل من أجل الدفاع عن الكرامة، من أجل الحرية، احتجاجا منهم عن الغضب،
احتجاجهم عن الحجره وعن الاهانه. فبالتالي الامر بالنسبه لاحداث 6 الامر يتعلق بانتفاضه شعبيه وليس هجره سريه. مطالب حركه 20 فبراير الحريه، الكرامه، العداله الاجتماعيه، لو تحققت هذه المطالب لما هرب المغاربه من وطنهم. وكذلك مطالب جيل زد المتعلقه بالصحه والتعليم، لو تحققت هذه المطالب لما هرب المغاربه. اما فيما يتعلق بطرد القناه الثانيه من 6 فهذه المساله لا تخصنا، نحن نتحدث عن الصحافه الحره المناضله القريبه من الجماهير.